انا كمان اتفاجئت زيك، بس ما تتخضش، الموضوع بسيط. في شويه خطوات صغيره اوريك ازاي تعمل الكلام ده. يلا بينا. تعالى بقى اقول لك احنا عملنا كل الموضوع ده ازاي. اول حاجه بنبدا ان احنا نجيب الماسك بتاعنا ونعمل ماسك حوالين الشخص، فيبقى انا معايا الجزئيه اللي انا عايز اظهرها في الفيديو والجزئيه اللي انا مش عايز اظهرها في الفيديو. تاني حاجه ببدا ان انا ادخل على قائمه الافكت، ومن الافكت ببحث عن افكت اسمه الترا كي واحط دراج على الشخص بتاعي. بعد كده ببدا ان انا اروح احدد اللون الاخضر بتاعي وافصل الكروما. الموضوع لحد هنا ما خلص. انا ببدا اجيب الباك جراوند بتاعت الخلفيه اللي انا حملتها، ببدا ان انا احطها في التراك اللي تحت، وبعد كده ببدا ان انا اعمل كلر كوريكشن تصحيح الوان على الشخص بتاعي، وبعمل كلر جريدنج على الخلفيه. ومش بس كده، انا ببدا اعمل الكلر جريدنج كمان على الشخص والخلفيه عشان يبان الموضوع واقعي، ان انا ادخل الالوان كلها في بعض. تعالوا بقى نشوف الشكل بالنسبه لي بقى عامل ازاي. ودي بتكون النتيجه النهائيه بعد ما عزلنا الكروما. الكروما دي حاجه في بحر المونتاج، ودي حاجه بسيطه جدا من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تتعلمها في خلال كورس المونتاج. ومش كده وبس، انا هعلمك ازاي تطلع فيديو احترافي بكواليتي عاليه جدا في اقل وقت، وكل ده بتكلفه هتبقى قليله.